المغاربه حنا ما عندناش كرامه داخل ارض الوطن، ولكن على السياح الاجانب السواعده الخليجيين كلهم كيجيو كيمرمدونا في المغرب وكيمرمدوا بناتنا في البلاد وكديروا لهم الصراح كتصيفطوهم لبلادهم، وحنا ولد بلادنا حتى واحد ما هضر عليه حتى واحد ما عقل عليه رغم انه يستحق هذاك السيستم الترويضي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساكم. هاد الأيام كاملين شفتوا واحد المسرحية كتدور في الإعلام ديال الزريبة، والمخرج ديالها اللي هو المهداوي، والسيناريو دايرو المخزن، والبطولة ديال هاد المسرحية اللي هما شامة درشول وميسة السلامة. شامة معروفة بأنها مستشارة إعلامية لديفيد غورفين وعميلة رقم 1 للكيان الصوص، وبلسانها اعترفت بأن ديفيد غورفين كانت عنده واحد الطريق كيشدها في المغرب اللي هي استهداف النساء المغربيات، وبينت راسها بأنها كتدافع عن القضية الفلسطينية وكتبرأ الملك بأنه ماشي هو اللي داير التطبيع. كتقول بأن كاين ناس أخرين هما اللي طبعوا. تمام، لحد الآن شامة كتبين بأنها مع القضية الفلسطينية، والسؤال اللي نطرحوه كيفاش الكيان الصوص هذا كيعطيها واحد الوظيفة مستشارة إعلامية في مكتب الاتصال الإسرائيلي وما كيعرفوش بأنها كتدعم القضية الفلسطينية؟ هذه من المستحيل وما تدخلش في العقل. ما كرهناش لو كان يخرج لنا المهداوي ويفسر لنا هذا الأمر، علما بأن بعض التصريحات اللي قالتهم على إسرائيل وما زالت باقية في الوظيفة ديالها في المكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل عادي وكأن لم يحدث شيء. السيدة خدامة عندهم وكتسافر لإسرائيل بشكل متواصل وكتخلص على الوظيفة ديالها بشكل عادي، وفي نفس الوقت كتخرج عند المهداوي وتبقى تهدر على الجرائم ديال هاد الكيان وتدافع على فلسطين، وقالت على هادوك الخونة الرمضاني والشرعي بأنهم عملاء، وكتهدر بكل حرية. والسي المهداوي كيحمي ليها الطرح. نشوفوا المدونة ديالنا اللي غبرات هادي شحال من سنة على الساحة الإعلامية حتى خرجت بانت حتى هي عند المهداوي وبغات تهدر على القضية الفلسطينية وتدافع عن الملك بأنه هو بريء من هاد التطبيع، ولعبت في هاد المسرحية الدور ديال الضحية وبدات تحط هادوك الدموع ديال التماسيح، وسبب الظهور ديالها هو استهداف شامة درشول، وبدات حتى هي تدي وتجيب في الهضرة، وصرحت بأن شامة درشول بغات تستغلها وتشغلها مع الكيان الصوص وعرضت عليها باش تمشي معاها لإسرائيل، وقالت بأنها اعطاتها معلومات على مجموعة من المسؤولين كبار في المغرب منهم الحموشي والمنصوري وغيرهم، وقالت بأن كي رفضت الطالب ديال شامة بقات دير لها في المشاكل، وهذا هو السبب اللي خلاها تغيب على الساحة الإعلامية هذه شحال من سنة. مزيان، ولكن طرحوا حنا واحد السؤال على ميسة سلامة. علاش هاد السيدة كي بغات تجندك مع الكيان الصوص بقيتي ساكتة هادي شحال من سنة؟ ما هدرتيش حتى لدابا، عاد خرجتي تهضري عند المهداوي. والسؤال الثاني، كيفاش اختاريتي بالضبط المهداوي تهضري عنده؟ إلا تقولي لنا باش يوصل الصوت ديالك عند المهداوي، حنا كنعرفوك يا ميسة بأنك إعلامية معروفة ومؤثرة وعندك متابعين ديالك أكثر من المهداوي، الصفحة ديالك مليونية، خليتي المنبر ديالك ومشيتي تهضري عند المهداوي. واش هذاك المنبر ديال المهداوي رجع منبر ديال المخزن تما كتحميو الطرح؟ المخزن كيجيب السيناريو وكيجيب الممثلين، والمخرج المهداوي هو اللي مكلف بتسيير امور المسرحيه، ومن بعد تفتحوا الستار الشاشه وتعرضوا التمثيل ديالكم على الشعب يتفرج فيكم. واش كتضحكوا علينا يا العملاء؟ وانت يا المهداوي مالك ما بغيتيش تحشم على راسك؟ واش هذاك وجهك ولا قفاك؟ مالك فين ما كانوا شي منافقين وليتي كتجمعهم عندك في هذاك الكوري ديالك وتبقاو تنفقوا على عباد الله؟ وليتي يا البرهوش على جوج ريالات كتبيعي العرض ديالك. مايسة صرحت وقالت بأنك عرضتي عليها باش تطلع عندك وديروا فيديو وتقسموا داك الشيء اللي يدخل. حتى المهداوي كان اتصل بيا وقال لي ديري معايا برنامج في يوتيوب نربحو بجوج. قلت له لا، انا ما تنشرش بشكل منتظم، انا ما كنشر حتى كيكون عندي ما نقول،
وما كنربحش بالفيديوهات ديالي فلوس، وغضب وخرج كيسبني. وليتي مسترزق كبير الزغبي، لقيتو البهايم في الزريبه وليتو كضحكوا عليهم بالخبيرات ديالكم. شامه تفضح الكيان الصوص وكتدافع عن القضيه الفلسطينيه، وميسة سلامه كتفضح شامه بانها عامله للكيان الصوص، والرمضاني واحمد الشرعي حتى هما كيطبلوا في جهه اخرى، وكاملين متفاهمين على كلمه وحده اللي هي الملك ما عنده حتى شي علاقه بالتطبيع. تحاولوا تستروا على الملك الخباثه، وحتى الاشباه المعارضين داخل الزريبه كلهم كيبرئوا الملك، ولا قرد فيهم قال بان التطبيع هو من مسؤوليه الملك وهو صاحب القرار. هاد المسرحيات كلها كتوضح يا الخباثه بان الهدف ديالها هي الدفاع والتستر على الجريمه ديال التطبيع اللي دارها سيدكم هبل السادس، وهو صاحب القرار وهو المطبع الاول. علاش كتخافوا ما تهضروش هاد الحقيقه؟ ومن بعد ما شفنا هاد المسرحيات الدراماتيكيه ديالهم وفهمنا القصه مزيان، عرفنا بان شامه وميسة سلامه هادو في جوج عملاء كيخدموا لمصلحه الكيان الصوص، ما عندنا حتى شك في هذا، وحتى انت يا المهداوي عارف هاد الشيء. المخزن ديالكم مع التطبيع ومؤيد ممتاز لمخطط هاد الكيان، والملك هبل السادس فما هو الا بواحد الصنداله كيلبسها نتنياهو. وانتوما يا المهداوي وغيركم من الاعلاميين والمؤثرين داخل الزريبه فما انتم الا بعبيد تعملون ليل ونهار من اجل الدفاع على اسيادكم المطبعين. ما كاينش شي حاجه اخرى نزيد نوصفها لكم، منافقين وصافي. ونقولها لكم بصراحه، المغرب ماشي الملك اللي باعها، باعوها العبيد العياشه. هاد الرخص اللي فيهم والذل والانبطاح هو اللي خلى المغرب تباع، لان النظام لو كان لقى شعب ورجال كاع ما يوصل لهاد الموصل ديال التطبيع والخيانه والاراضي اللي ولاو ياخذوها اليهود بعشرات الهكتارات ويخرجوا المغاربه من ديورهم. لو كان المخزن لقى الشعب رجال كاع ما يبقى سامح في ديك 21 منطقه اللي خداتها اسبانيا هادي السقرون، ولا قرد فيهم قدر يحرر حتى سنتيم واحد من هاد الاراضي. لهذا العياشه العبيد اللحاسين الرجلين هما السبب في خراب المغرب. هذه الصراحه الخوت، بلاد عندها نظام رخيص وشعب رخيص، اش باغي تنتظروا منهم مستقبلا؟ اكيد تنتظروا غير الخراب والدمار. مسؤول خائن وعامل والشعب كيطبل ليه. واش هذا ماشي الحماق بعينها الخوت؟ ونعطيكم الدليل بان هاد البلاد داخله دين امها في بعضها البعض. السماره قصفوها الصحراويين 2 مرات، والسفير الصحراوي اعترف الامم المتحده وقال لهم بان الجيش الصحراوي تبنى العمليه ديال قصف السماره، والنظام الزريبه لحد الساعه باقي ضارب الطم وما صدر حتى شي بيان. وسيدهم هبل السادس خرج يتلعثم علينا في الخطاب ديالو بالذكرى 48 لمسيره الذل والعار، 7 دقائق وهو يقاقي بحال الفروج. ما هضر على احداث السماره، ما هضر على فلسطين رغم انه هو رئيس لجنه القدس، ولكن ما جبتش فلسطين على لسانه. كذلك ما هضرش على ضحايا الزلزال اللي مازال باقيين كيعانوا. خطاب كله خارج مجال التغطيه، اوضاع البلاد في الشرق والخطاب ديالو في الغرب. والعبيد العياشه خرجوا في المواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا واخيرا صاحب الدجاجه يصدر خطاب تاريخي وصدمه للجزائر. اقسم بالله الخوت المخير فيهم ما فهم حتى شي زفته من الخطاب ديال سيدو هبل، ولكن رجعوه خطاب تاريخي وما نعرف شنو هو الموضوع اللي هضر عليه باش يقولوا العبيد خطاب تاريخي. ما عرفناش. شفناه يتكلم على اقتصاد الازرق، ما نعرف النهار هو كيجيب في الالوان اقتصاد الازرق، اقتصاد الاخضر، اقتصاد البرتقالي، ما فهمناش شنو هو هذا الاقتصاد، الله اعلم. ويتكلم على الصحراء مغربيه وغادي تكون في خدمه مصالح الشعب. واش كتضحكوا علينا ولا كتضحكوا على ريسانكم اولاد عبيد البخاري؟ بالله عليكم قولوا لي، واش هادو الناس ماشي مرضى وحماق وطير لهم الفرياخ؟
والسؤال اللي نطرحه على المهداوي والابواق المخزن هو علاش رئيس لجنة القدس ما دارش بحال بوليفيا وكولومبيا والبحرين والأردن وجنوب إفريقيا وتشاد والكثير من الدول اللي قطعوا العلاقة ديالهم مع الكيان الصوص؟ علاش المغرب ما دارتش بحال هاد الدول حتى هي قطعت العلاقة؟ كاملين هاد الدول سحبوا السفراء ديالهم من إسرائيل إلا دولة الزريبة. بغيناك يا المهداوي دير لنا شي حلقة مميزة وتهضر لنا على هاد القضية وشنو هو السبب اللي ما خلاش الزريبة تقطع العلاقة مع كيان الصوص. ياك نتوما كتقولوا الملك هو صاحب القرارات وهو الكل في الكل وهو ملك البلاد وهو من يسير امور الاداره المغربيه. ايوا يلا قولوا لنا علاش سيدكم ما قطعش هاد التطبيع وما قطعش هاد العلاقه مع الكيان الصوص. اتحداكم يا العبيد الا تجاوبونا. يلا كونوا رجال وخرجوا في المواقع ديالكم وقولوا شكون اللي طبع مع الكيان الصوص في المغرب. يا كاملين كنعرفوا الدستور المغربي كيقول حتى واحد من الحكومه عنده الحق يصدر شي قرار الا بتشاوره مع الملك. مالكم يا الحواله غير بوحدكم كتنتقدوا ريسانكم؟ ولا الخوف يا الصنادل هو اللي كيخليكم ما تذكروش اسم هبل السادس على لسانكم؟ القنينه هي اللي كتفرض عليكم السكات ياك؟ المسلسلات والمسرحيات ديالكم كلها فاشله وهذوك الحسابات كلها مضروبه في الزيرو يا عملاء كوفرين. ومن هذا المنبر ما عليا غير نقول لكم اتفوا عليكم وعلى النظام ديالكم يا الخونه. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في موعد آخر إن شاء الله. السلام عليكم.